ولذلك نحرص الناس أن يقرأوا الكتب الحديثة التي يكتب بها المسلم، الكاتب المسلم، من روح الاستعلاء، كما هي كتابات سيد قطب رحمه الله مثلا. هناك كتاب يتأثرون بالانهزامية الموجودة الآن، فتحس وأنت تقرأ تحس بالانهزام. وما تأليف سيد قطب رحمه الله وكتابته لأجزاء من ظلال القرآن في ذلك المكان إلا شاهد عيان على هذا الكلام. ولما سجن من الدعاة المعاصرين سيد قطب رحمه الله وغيره من العاملين، وعبروا عن هذه المحن التي نزلت بهم، وقال سيد رحمه الله قصيدته العصماء: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. فالذي لا يصلح نفسه في البداية لا ينتظر منه إصلاح الآخرين. ثم كتب سيد قطب تجرى، نسأل الله أن يغفر لأموات المسلمين، تجرى في انتقادات، تجهيل، ويجهل كليم الرحمن موسى عليه السلام وإلى غير ذلك من أقواله في كتابه في الظلال، يسمى ظلال القرآن، صلى الله المستعان. نصيحتي أن تنصحوا الناس أن لا يسلكوا مسلك الإخوان المسلمين. كيف نجمع بين حفظ القرآن وأما داعش والنصرة هذه دعوات خارجية جامعة بين منهج المعتزلة والخوارج وعلى صلة خفية بالرافضة والباطنية والملاحدة. فهذه دعوة منافقة ودعوة مشوهة للإسلام وأهله، ومن أسباب صد عامة الخلق عن الحق، عملهم الله بما يستحقون.